السلام عليكم. غيبة ورجعنا لكم تاني. هتكلم في موضوع النهارده ممكن بيمس ناس كتير قوي، والعشم بياخدهم زيادة عن اللزوم وهم مش واخدين بالهم ممكن ايه يتقال عليهم. بلاش تفرض نفسك او العشم ياخدك زيادة عن اللزوم في حتت مع ناس انت متخيل انهم كويسين. يعني شغال في مصلحة، شغال في مكان، ده صاحبك، ده اخوك، ده احنا عشرة، ده احنا عيش وملح، ده احنا كويسين جدا. يا عم عيب، ده ما ينفعش يطلع منه كده، ده انا لو اخويا مش هيعمل معايا كده. وفجأة تلف الايام يحصل موقف ما يتقال عليك كلام. ساعات بتخش بعشم زيادة عن اللزوم مع ناس وتقول ما ينفعش وصعب يحصل منهم ده وصعب ما يحصلش منهم ده. توصل في الاخر وبتقعد تساعد ده وتقول يا طالما انت ربنا مديك الصحه والستر وحاجات زي كده وبتعرف في الحاجه. انا بعتبر اللي يعرف اي حاجه وينكرها عن حد حرام عليه. فتبقى تساعد ده وتقول له ده عايز حاجه وتتعامل زي ما بنقول كده بالايه؟ زياده عن اللزوم والعشم ياخدك قوي. تلف الايام تفاجئ انهم بيعايروك بحاجات ابعد انها تكون هايفه زي ما بيقولوا. ممكن توصل يعايروك بكوبايه شاي. فبلاش العشم وحته ان احنا بالفطره ويا عم ان شاء الله ده ربنا هيسترها. ربنا هيسترها كل حاجه، بس خلي في حدود في التعامل بينك وبين اي حد صاحبك. احنا اتفقنا انت ما تقدرش تشيل سر زي ما بيقولوا كده هتقوله لصاحبك، وصاحبك ده له صاحب هيقوله له، وصاحبه هيقوله لغيره. ما عادش الدنيا ما بقاش سر. لما تيجي تتعامل في اطار اي حاجه معينه اتعامل في الاطار اللي يخليك انت الناس تبص لك بصه ان انت فير. ما تندلقش قوي مع حد. ما تقولش يا عم ده صعب ان هو يقول ده احنا عشره عمر، ده والله العظيم ده انا بشوف احسن من اخويا، ده عمل لي اللي ما عملهوش. ما فيش الكلام ده. تعزز نفسك عن اي حد. زي ما بقول كده مش في البيوت بقول لك لما يتقسموا عن بعض بيبقوا كويسين وحلوين. هي نفس القصه. انت عارف حقك فين وهو عارف حقه فين وكل واحد عارف هو حدود شغله ايه. حاجه تانية هقولها لكل اخت وكل واحده ست وكل حد محترم ممكن يكون بيشوفنا. انت حضرتك خارجه من بيتك رايحه شغلك، ده فلان جارنا خارج بعربيته، اركبي، ركبتي. احنا بقينا زمن المعايير فيه بتختلف. فلان شايفك النهارده الناس بيقولوا الكلام اللي بيصدق. ركبت معاه، نزلتي في الحته الفلانيه، هي الناس اللي في البلد عارفين انت فلانة الفلانيه وهو فلان الفلاني. الناس اللي شافوكوا انت نازله معايا يعرفوكي؟ يعرفوه؟ ما يعرفوش. طب هنقول بقى الناس اللي يعرفوكوا وانتوا راكبين وانت بتركبها مع العربيه ممكن يحصل ضروب ما، موقف ما، الدنيا تتغير، يقولوا ده كلهم كانت نازله وراكبه مع فلان والنهارده مع فلان وبكره مع فلان وبعده مع فلان. عملت لنفسك سمعه مش كويسه. خارج راح مشوار في عربيات، اركب عربيات. مش ابن عمي، ده صاحب ابن خالتي، ده هو وجوزي اخوات، ده هو ابن عمة مش عارف مين. مفيش الكلام ده. احنا في زمن الاقاويل فيه بتبقى حقايق. عززي نفسك، ما تخليش حد يرسم عليك بكلمه من بعيد لبعيد. وارد يحصل اي حاجه، الامور تتغير. انت ما احناش ملايكه. يحصل ضروب مع حد ما، مع حد منهم يتلسن عليك بكلمه، والانسان ما هو الا سمعه. خارجه رايحه مشوار يبقى تروح مشوارك بمواصلاتك وانت كتر خيرك. انا رايح في الحته الفلانيه اركبها معايا، هتقول لك كتر خيرك فما تزعلش. اعتبرها مراتك، اعتبرها اختك، وهي حطت نفس محطوطه في نفس الموقف. هتعمل كده عشان تحافظ على ايه؟ على سمعتها وعلى نفسك. دي رسائل في السريع. في شغلك خليك اعمل حاجتك بس وما تندلقش مع حد كتير، عشان في الاول وفي الاخر بتتعاير بحاجات اقل ما فيها يتقال عليها انها تافهه. ما تحطيش نفسك في موضع شبهات وترجع تقول ده انا ما حصلش. ما تحطش واحده في موقف شبهات وترجع تقول اصل الناس والجيران لبعضهم. اسف. سلام عليكم.